المرات القليلة اللي بعلق فيها على مسلسل أو إني بشوف دراما تلفزيونية هادفة، ويمكن ناس كتير اتفرجت عليها، وهي في مسلسل بيتكلم على موضوع مهم جدا، وهو اضطرابات الطعام. اضطرابات الطعام من الحاجات المهمة جدا اللي ناس كتير بتعدي بيها، ويا إما مش عارفين اللي قدامهم إن هم عندهم اضطرابات طعام فبتأثر على حياتهم وبتهدد حياتهم، وفي ناس كتير جدا الحقيقة يمكن بتتوفى بيها بأمراض اضطرابات الطعام. زي ايه؟ زي البوليميا والأنوركسيا. البوليميا من الأمراض المهمة جدا في اضطرابات الطعام، واللي الناس بتبقى مش عارفة ان هي عندها بوليميا، وبتيجي من الانتقادات والتنمر الكتير جدا على الشكل. ممكن اتنمر على حد واقوله انت شكلك وحش، او انت تخين، او انت كذا، وانا مش عارف الكلمه دي عملت فيه ايه. والتنمر ده ادى ان هو بقى عنده مرض اضطراب طعام زي البوليميا، ان هو بياكل بكميات كبيره ولكن ما بيخليش جسمه يستفاد باي حاجه من الاكل ده، وبيرجعه على طول باي وسيله من الوسائل المعروفه. واستخدامه اللي بيستخدم فيها او استخدام كمية ملينات كبيرة عشان يخرج الكمية دي من الأكل من جسمه، واللي بتؤدي بعد كده لمشاكل سوء تغذية جامدة جدا، اضطرابات هرمونية، إنقاص نقص وزن لدرجة شديدة من النحافة، فقد الكتلة العضلية كاملة من الجسم. وده